ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. انا عايزة اوريكم بس الحاجة. انا هعمل ايه؟ كفتة رز. فبحضر لها ايه في البيت؟ بحضر لها الرز تمام مغسول وزي الفل، البصل، التوم، الخضرة اللي انا بحطها. الخضرة اللي انا بحطها عبارة عن ايه؟ شبت وبقدونس. والكيس بقى الجميل ده اهو في شوية فلفل اسمر وشوية كمون وشوية شطة. تمام. بحط الحاجات دي بقى كل حاجة في كيس، واطلع بينا ايه على الجزار، اقطع اللحمة ويعمل لي الكفتة. ولما اروح اعملها واجي هوريها لكم. صلوا على رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. الكفتة دي اللي انا حضرت حاجتها معاكم وخدتها ورحت عند الجزار. هعمل ايه؟ هصبعها. بجيب طبق فيه شوية زيت واحط حبة على ايدي كده وابدأ اصبع فيها. خليكم معايا هنصبعها واوريكم. صبعتها تمام اهي، وهبدأ بقى ايه احمرها. هتقولوا لي انت عامله كميه. الكميه دي انا عاملاها علشان احفادي جايين وهم بيحبوها. يلا بس نلحق نحمرها قبل ما يجوا لحسن هياكلوها متحمره. صلوا على رسول الله. حطيت الزيت اهو. اول ما يسخن هبدأ احمر الكفته، وبكون محضره معايا صينيه اهي علشان اطلع فيها، ودي الصفايه اللي هطلع بيها. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت سخن. هبدأ خلاص الكفتة اهي اتحمرت. هركنها بقى لحد ما اعمل الصلصة بتاعتها. هوريكم انا بعمل الصلصة بتاعتها ازاي. على فكرة في معلومة عايزة اعرفها لكم. اللحمة اللي انا عاملة بيها الكفتة دي لحمة جملي. تمام. صلوا على رسول الله عليكم. بصوا يا جماعة، البطاطس دي انا قشرتها وقطعتها وغسلتها بالطريقة دي. هعمل فيها ايه؟ هحط شوية ملح تمام، وهحط عليها ميه مغليه. ميه مغليه. البطاطس دي انا هحطها مع الكفته. البطاطس دي انا هحطها مع الكفته. هسيبها في الميه كده حوالي مثلا 5 دقايق، وبعد كده هحطها في الزيت اشمعها بس مش احمرها. يعني اقلبها كده كام تقليبه في الزيت علشان دي هسقطها مع الكفته. بصوا يا جماعه، نفس الزيت اللي انا حمرت فيه الكفته هحط فيه البطاطس اللي انا حطيتها في ميه بتغلي لمده 5 دقايق. تمام اهي. هعمل فيها ايه بقى؟ هشمعها بس في الزيت. يعني ايه اشمعها؟ يعني ما احمرهاش، اقلبها كام تقليبه. وخطوه انها تتنقع لمده 5 دقايق في الميه المغليه دي بتخلي طعمها حلو قوي 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 مع الكفته. خليكم معايا. الكفته اهي. عشان اعملها بقى بالصلصه، اطبخها بالصلصه، هعمل ايه؟ هستعمل لها ايه؟ ادي طماطم معصوره، معلقتين صلصه عليهم معلقه سكر عشان الحموضه، معلقتين سمنه بلدي، وادي البطاطس اللي حطيت عليها ميه مغليه وشويه ملح وسبتها لمده 5 دقايق وقلبتها كام تقليبه كده في نفس الزيت اللي قليت فيه اللي حمرت فيه الكفته.
خليكم معايا. وادي شويه ملح، شويه كمون، شويه فلفل اسمر، فقط لا غير. خليكم معايا. بصوا يا جماعه، انا حطيت الحله على البوتاجاز اهو. هبدا احط السمنه. هبدأ احط معلقتين الصلصة، هحورهم. تمام، علشان اطلع المادة الحافظة منهم. خلاص، هبدأ انزل بالطماطم المعصورة. هسيبها بقى تتسبك، وبعد كده اقول لكم على التوابل اللي هنحطها فيها، وهوريكم الخطوة اللي بعد كده. بصوا يا حبايبي، الطماطم اتسبكت اهي. ماشي. هتقولوا لي انا ما بحطش ولا بصل ولا توم ليه؟ هقول لكم لان الكفته اصلا ما انا حاطه فيها بصل ني وتوم ني. احط تاني؟ المعده مش مستحمله. اعملوها بنفس الطريقه دي وهتشوفوا جمالها وحلاوتها. هبدا انزل بالكفته على الطماطم المتسبكه. تمام اهي، تقلبتين كده. هكون غاليه ميه في الكتل. هبدا انزل بالميه المغليه عليها. خلي بالكم انا لسه ما حطيتش البطاطس، انا لسه ما نزلتش بالبطاطس اهي. تاخد غلوه واحده واروح نازله عليها بالبطاطس. خلاص غليت اهي زي ما انتم شايفينها. اروح عامله ايه؟ اروح نازله بالبطاطس عليها، تاخد وتدي مع بعض. تمام، وهتاكلوا احلى كفته. هنزل بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها، الملح والكمون والفلفل الاسمر. بس نسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها. هنعمل جنبيها شويه رز بشعريه. تمام، الف هنا وشفا اللي هياكلها. صلوا على النبي. الشكل النهائي لكفته الرز مع البطاطس هتتاكل بقى مع شويه رز بشعريه. تمام، وكلوا احلى كفته. الف هنا وشفا اللي هياكلها.